السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في تحويل التحفيل. دلوقتي يا باشا بداية دور المجموعات في بطولة أفريقيا. فاحنا عندنا الأربع فرق المشاركين: أهلي، زمالك، دوري أبطال، بيراميدز، وفيوتشر، كونفدرالية. فترتيب الفرق دلوقتي: الزمالك آخر المجموعة، لعب ماتشين، شباب بلوزداد في أرض القاهرة، هنا في أرضه خسر 1-0 وعنده ماتش هناك وده صعب جدا يعني. لاعب المريخ هناك 0-0، وده الماتش الوحيد اللي احتمال يكسبه هنا ولكن مش أكيد يعني. وعنده ماتشين الترجي رايح جاي، ودول ماتشين صعبين جدا يعني. هل هيعملها الزمالك زي موسم 2020؟ فمتهيألي صعب جدا بالمستوى ده، لأن هم بعيد عن التحكيم وبعيد عن الأداء. الموضوع صعب قوي. ويمكن فيريرا نفسه البروف خد باله من النقطة دي، والجملة اللي قالها في المؤتمر الصحفي. بيراميدز اتعادل على أرضه 2-2، ودي صعبة برضه. كونفدرالية بيلعب فريق ماشي الجيش الملكي، فبرضه تعادل يعني. فيوتشر اتعادل بره أرضه، ودي يعني كويسة شوية. الأهلي ما لعبش ولا ماتش وترتيبه الثاني يعني. احنا هم بيقولوا حظ ومحظوظين، احنا مش محظوظين، هي ده رزق ربنا. انت مجتهد، ودايما المواضيع ربنا بيقف جنب المجتهد. احنا دايما ربنا كريمنا، هو مش حظ يعني. الموضوع ده الفرق ما بين نوايا الزمالك ونوايا جمهوره ونوايا الاهلي والحظ فرق كبير قوي. هي اجتهاد ومجهود وتصرفات بتكمل في الاخر النتائج والاداء، وان في حاجات بتقف جنبك دي من عند ربنا، زي ان احنا عدم التكافؤ في نهائي افريقيا مع الوداد، وفجاه نخش كاس العالم، وفجاه يعني بناخد ترتيب الرابع. فدي حاجه كويسه قوي، بناخد فلوس، ده برضو كرم من ربنا. زي ماتش القضيه يعني. القصه دي ليها كده حلقه كامله كبيره كده هنتكلم فيها ان شاء الله قريب. النقطه الثانيه والاهم: الزمالك وبيراميدز. يا جماعه هو انتوا ليه يعني وبتتضايقوا ان الاهلي بيخش افريقيا، او بتضايقوا ان احنا بنعمل نتائج او الراعي الرسمي يعني؟ ما هي دي بسببها. انتوا داخلين بتعملوا ايه يعني؟ لما واحد اخر الدوري والتاني اتعادل على ارضه في اول ماتش، بتعملوا ايه يعني؟ انا مش فاهم. وبيراميدز كان زعلان ان الاهلي داخل مكانه، وهو الاهلي مش داخل مكانه يعني. هو لو الحقيقه ان الزمالك المفروض موقوف القيد، المفروض ما يتسجلش افريقيا، وهو اللي خد حق فرقه مش بتاعته. الزمالك خد حق فرقه في افريقيا مش بتاعته. احنا الاهلي اللي بيشرف يعني. احنا اول ماتش النهارده، وقبل اول ماتش احنا ترتيبنا الثاني سبحان الله يعني، يعتبر اكني صعدت. فده موضوع مهم قوي. الزمالك الباشا فيريرا البروف بيقول ايه؟ جده اللي بياكل دماغ جمهور الزمالك وعرف التيتا وعرف اللي فيها، ازاي انا ما تحسبليش ضربات جزاء في افريقيا؟ ما هو ده السؤال، هو دي التكه، هو ده ان مفيش احتواء في افريقيا، ان مطوشه صعبه وبره ارضك وسفر وجاي وضغط مباريات. فانت يعني نصحى شويه للكلام. انت بتقول نفس المشكله اللي الناس كلها شايفاها وانت شايفها ميزه. مشكله ان انت دلوقتي يعني انت عايش على الاحتواء، عايش على التحكيم المصري. ادعي ربنا ان التحكيم يلعب دور الاول في الدوري ويرتقي، والتصرفات تبقى افضل والتحكيم يبقى افضل، يترقوا يبتدي يحكموا افريقيا. فساعتها هتلاقي الحكام بتوعك هناك يعني. هو ده الحل الوحيد، ان انت يحصل عدل في الدوري، الحكام تتطور يبقوا افضل، فبالتالي يروحوا يحكموا مباريات مهمه في افريقيا، فبالتالي يكون له وجود في افريقيا وكاس العالم، فبالتالي يقدروا يحتووك في افريقيا. ازاي بطل الدوري والكاس يعني، استدعاء البطوله العربيه للاهلي، استدعاء السوبر الافريقي الجديده الاهلي يعني. ما هو ده الفرق، وده الرعاه وده الاهلي، وهو ده الفرق يا جماعه يعني. دي مهمه قوي. النقطه الثانيه: هيثم فاروق يا عيني يعني الراجل ده صعبان عليا. الراجل ده المفروض مصنف اعلامي كويس او حد محلل كويس، المفروض ان هو عالمي، ولكن ده الوحيد اللي فعلا زملكاوي بجد. ده اللي بيخترع اسباب وبعض الانجازات الغريبه في الحياه يعني. هو بيخترع
كلام جديد، يعني هو اسباب جديده واختراعات جديده، زي ما بيقول تصريح ان امام عاشور جاب جول ومصطفى محمد بيساهم مع فرقته، ان لعيبه الزمالك بتشرفهم. يعني ما تشوف يا ابني هم مشوا ازاي، هم بيمشوا بمشاكل، هم بيحصل حوارات كتيره عشان يسيبوا الزمالك، فبالتالي هيشرفوا مصر في الاحتراف. يعني انا مش فاهم بصراحه، يشرفوا الزمالك في الاحتراف، ده الناس مشيت بالعافيه. فالراجل ده يا جماعه هيثم فاروق ده ليه تصريحات جميله، ده زملكاوي بجد، لازم يكون له دور جامد في نادي الزمالك. الراجل ده عنده اسباب منطقيه، اسباب خياليه، هو عالمي في الافتكاسات الجديده والاسباب الجديده، مبررات لنادي الزمالك. سلام.